في حد سألني ازاي اقدر اعمل حساب على باينانس. الموضوع مش صعب، الموضوع بالظبط 3 دقايق. يلا بينا. هتنزل التطبيق على التليفون بتاعك. لو انت عندك اي او اس او اندرويد، باينانس بيسبورت الاثنين. بتبدا باللوجن. لو انت ما عندكش لوجن، اعتقد ما عندكش لوجن، بتعمل نيو اكونت. النيو اكونت بتعمل حساب جديد، بتدوس عليه. الخطوه اللي بعديها سهله، هيطلبوا منك الايميل والباسورد بتاعك. الرقم السري بتاعك ده تحطه في حته عندك في المكتب، علشان لو نسيته الموضوع هياخد منك وقت طويل عشان ترجع الاكونت. المهم يعني الايميل بتاعك والباسورد سهلين. ريفيرال اي دي، انا عندي ريفيرال اي دي هتساعدني جدا لو انت خدت الريفيرال اي دي بتاعي، وهيجي لك ديسكاونت 10% على ترانزاكشن فيز. واعمل طبعا اللي انت اوفر 18، لان اغلبيه الدول اللي بتسمح تجاره العملات الرقميه بيبقى لازم اكتر من 18 سنه. كده بتعمل ريجستر او بتسجل، وبعد كده بيجي لك رقم سري على الايميل بتاعك. تاخد الرقم السري ده تروح رميه هنا في الابلكيشن، طن 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 بيعملوا فيريفيكيشن للايميل بتاعك. هم بيوثقوا ان انت الايميل ده ايميل بتاعك. هيعملوا نفس الموضوع على رقم التليفون، هيطلبوا منك رقم التليفون، هيبعتوا لك باسورد وتحط الباسورد، وبعد كده بيعملوا اوثنتيكيشن للاكونت. هم ليه محتاجين الايميل والباسورد بتاعك؟ سيمبلي علشان في عمليات سرقه كتير قوي للحسابات دي. فهم لو حد سرق الايميل باسورد بتاعك، الحرامي يحاول يستخدم الحساب بتاعك، هيبقى في رساله بتجيلك ان بتاكد ان انت بتعمل ترانزاكشن، وبيبقى عندك الفرصه ان انت تحمي الاكونت. بالنسبه لي ده مش كفايه. انا بالنسبه لي ان انت عشان تحمي الاكونت انت ممكن تشتري حاجات زي فيزيكال كيز. انا بشتغل على فيزيكال كيز، هشرح الموضوع ده في فيديو تاني. بعد الخطوه دي بيبقى عندك قدره ان انت تعمل اكسس للاكونت، بيبقى عندك اكسس للابلكيشن، بس انت بيبقاش عندك قدره ان انت تعمل ايداع او سحب. ليه؟ لان اغلبيه الدول في الوطن العربي، في السعوديه، الامارات، مصر، مش في لبنان، في كل الدول، في الاردن، بيبقى عليها ضرايب، على ضرايب ارباح. عشان باينانس تشتغل في الدول دي لازم يبقى عندها قدره ان هي تبلغ الحكومه عن المستخدمين وايه هي انواع الارباح اللي بيقدروا يوصلوا لها جوه في المنصه. فعشان كده هم بيبقى يطلبوا منك تحقيق شخصيه. تحقيق الشخصيه بيبقى بسيط، بيطلبوا منك اسمك first name و last name. لو انت عندك، طبعا في ناس كتير قوي في الوطن العربي اساميها رباعيه وخماسيه، اكتب الاسم الاولاني والباقي كله في الاسم اللي بعديه. ما تنساش spelling mistakes، هتبقى مشكله في المستقبل. ما تنساش ان انت اي غلطه صغيره ممكن تحطها ممكن تعمل مشاكل. فتاكد ان صحه كل الكلام ده، especially ان هم طالبين هنا الليجا. بعد كده بيطلبوا منك العنوان بتاعك، تاريخ ميلادك، وبعد كده هيطلبوا منك صورة او بيطلبوا منك سكرين شوت من البطاقة بتاعتك. بعد ما بتعملها بتاخد دقيقتين 3 وبيعملوا لك فيريفيكيشن، بيجي لك رسالة على الايميل بتاعك بيقول لك انت فيريفايد، راجل زي الفل. الخطوة اللي بعديها تبقى ستريت فورورد. بعد كده بيبقى عندك قدرة انك تعمل سحب وايداع على باينانس. انت تقدر تعمل ايداع بشكلين. ممكن تعمل ايداع ببيتكوين دايركتلي، يعني انت لو انت عندك بيتكوين في محفظة تانية ممكن تاخد رقم المحفظة بتاعك وتقدر تعمل ايداع ده على طول على بيتكوين. زي ما انت شايف كده انا حاطط مثلا سنت في البيتكوين. يعني انا كنت بعمل تيست من الاكونت بتاعي التاني على كراكن لباينانس، بعت سنت واحد والسنت وصل. ده كان من محفظة لمحفظة، ما كانش فيه اي تحويل لدولارات او لعملة في الوسط. اما لو انت عايز تحمل فلوس بتاعتك من العملة او من البنك اللي انت في الوطن العربي، لو انت في السعودية، في الامارات، اي دولة، تربط البنك بتاعك بالمحفظة بتاعتك. وبعد كده بعد ما بتربط الفلوس بتاعتك بتتحول من فلوس، من درهم مثلا، ليو اس دي تي. تقدر دي عملة رقمية معمولة علشان قيمتها المحلية هي قيمة الدولار. فانت بتحول لتاذر. هو التاذر ما تقدرش مش هتكسب لو حطيت فلوسك في تاذر. وبعد كده بعد ما بتروح يو اس دي تي او تاذر، بتقدر تحول من يو اس دي تي لبيتكوين، دوج، لايثيريوم، لاي عملة رقمية تانية. الموضوع سهل مش صعب. بعد ما بتخلص، بعد ما بتقدر تعمل ديبوزيت، تقدر تروح لاي عملة رقمية، وبعد كده تقدر تعمل بيرتشيس. بتبقى فيه فيز على كل عملية شراء او بيع. فانت طبعا لو خدت الريفيرال كود بتاعي، ما تنساش الريفيرال كود بتاعي، هيجي لك خصم على الفيز دي. الموضوع سهل. اشوفكم الفيديو الجاي.